هاي يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. قبل ما ابدا الفيديو عايزه اقول لكم ان انا صورت الفيديو ده والمايك كان مقفول. مش عايزه اعيط، عايزه ابدا من اول وجديد. الاوردر بتاع شي ان وصل، ف ما عرفتش اصوره بالليل فقلت اصوره دلوقتي انزله لكم على طول. وجايبه حاجه تاني من نون كده بس هوريها لكم في اخر الفيديو. يلا نشوف الحاجات اللي انا جبتها من شي ان، مش ليا خالص، حاجات اطفال بقى، بيبيهات بقى، اطفال وعيد وكده، ما جبتش اي حاجه ليا. يلا بينا نبدا. بصوا، خلونا نبدا بحاجه زينه. تمام. جبت الدريس ده، انا عارفه ان الجو حر بس قشطه، ان هو عاجبني، يعني مش تلبسه في العيد اعتقد، بس هو حلو قوي. بصوا شكله، هو اللي هو الجينز اللي بيكون قطن ده. بصوا، هو قطن اللي هو بيبقى مش تقيل قوي، رخم كده بس خطير وخامته تحفه. هو اصلا بيبقى قطن 100% لانه مفيش لكرة خالص. تمام. ده كان اول حاجه، هو بيكون في الحتت اللي من فوق دي بتبقى تحفه قوي. دي اول حاجه. جبت برضو الزينة الدرس ده. بصوا ده شكله. بصوا الحاجات دي خياطة كده، والدرس ده 100% قطن، وفي جيبين كده شكله معسول قوي من هنا. ده انا جبته لها مقاس من 2 ل3. هي عندها داخله في 3 سنين، بس انا مش عارفه هو العيب في الدرس ولا العيب فيها بصراحه يعني. بس هو واسع شويه من عند الباط من هنا كده. بصوا، مش عارفه بقى بصراحه. بس هو يعني كشكل هو خطير خطير، والخامة تحفة، واللون تحفة تحفة يعني. بعد كده الصدمة اللي أنا جبتها الزينة واتصدمت طبعا. مش عارفة في ايه، معلش. بس مش عارفة. بصوا الشوز دي أنا كنت جايباها عشان هي تلبسها على الدرس، واللي هو دوت كده مخرم زي الشبك كده، مش عارفة باين ولا لأ. بصوا هي شفافة كده اهي، تحفة قوي، تحفة بجد، وفيها الاستك دوت عشان يمسك في الرجل من فوق كده. فهي خامتها تحفة خطيرة جدا وكل حاجة. صدمتي بقى، أنا قيست رجليها بالمزور عادي عشان أشوف الطول كام سنتي. وهما بيبقوا كاتبين المقاس، بيبقوا كاتبين جنبه كل مقاس بيبقى الانر كام سنتي. فأنا قستها وطلعت 17 تقريبا، حاجة زي كده. فدي كانت 17 و2 برضه، يعني حاجة بسيطة. الشوز طلعت كبيره جدا، انا جبت مقاس 28، هي لبست اصلا 28، بس هما كاتبين كده بالسنتي، فانا قلت خلاص يبقى القالب بتاعها صغير. بس لا، بصوا كبيره جدا. كبيره دي مثلا ممكن تلبسها وهي عندها 4 5 سنين يعني. ده هي رجليها جايه، يعني جايه فيها، رجليها جايه لحد هنا كده، لحد الحته دي، وكل اللي ورا ده فاضي. فلا طبعا يعني طلعت كبيره جدا عليها. بس دي الحاجات اللي انا جبتها لزينة، فطبعا هضطر انزل اشتري لها شوز غير دي خالص، مع اني مش عارفه بصراحه، ما عنديش وقت. بس ماشي، خلينا نشوف بقى ايه الحاجه بتاعت مالك انا جبت له. خلينا نشوف الاول حاجه الطقم بتاع الصلاه. جبت له طقم صلاه اخيره. جبت له ده كده، ده الجزء اللي من فوق بيبقى عامل زي التونيك كده، بس هو طلع طويل شويه عليه عادي، بيبقى فيه فتحه من الجنب كده عشان يبقى معاه بنطلون. والحته دي شكلها طبعا تحفه، السوسته معدن وجميله جدا. بس بقى الصدمه بالنسبه لي ان ده طلع يعني طباعه. بصوا مش عارفه هيبان ولا لا، عامل زي الجلد كده، الحاجات اللي هي بتتلزق حتى من عند الجيب. انا اكتشفت ده لما لقيت، بصوا عند الجيب اصلا، بصوا مقطوعه اهي، متشاله، اللي هو كده ده. فدي الحاجه الوحيده اللي ضايقتني فيها، غير كده هي عجبتني وخفيفه وحلوه قوي. بصوا حتى ده البنطلون بتاعها ما فيهوش اي حاجه، وبيبقى ساده كده خالص، بيتلبس تحتيها بس. فاللي ضايقني فيها موضوع الطباعه ده. ومالك داخل في 5 سنين، وانا جايبه له دي مقاس 5 سنين. بس طبعا يعني كبيره واسعه شويه عليه عشان هو صفايف قوي. بعد كده جبت له مع الطقم بتاع الصلاه برده الصندل ده. جبت له صندل حلو قوي ولايق مع الطقم جدا. بصوا الصندل ده، بصوا ده شكله بيبقى فيه حته كده معدن من هنا. تمام. الصندل حلو قوي، الجلد بتاعه ده طري جدا جدا، الصندل نفسه طري قوي وخفيف جدا، وفي من هنا خياطه كده، يعني مش ملزوق، لا متخيط من هنا كده، شكله تحفه. وخياطه سودا على فكره، مش باينه ولا اي حاجه، شكلها مش رخم يعني.
والبتاع دوت انا دايما بجيب حاجات شي ان في الشوزات والصنادل، بتطلع دي جامده كده، تبقى تحفه قوي. بصوا تتفك بالعافيه، فحلوه ما تقلقوش، مش بتبوظ بسرعه يعني، عشان في حاجات زي كده بتبوظ بسرعه. لا دي لا. اخر حاجه معانا بقى من شي ان، جبت الطقم ده برضو المالك. ده شورت جينز كده، اللي هو الخفيف اللي هو القطن ده، شورت الجينز القطن كده. ده شكله لونه، والتيشيرت بتاعه ده شكله. بصوا هو بيحب الفضاء قوي، فانا جبت له حاجه عليها فضاء، انا دايما بجيب الحاجات اللي عليها فضاء. بس بالنسبه لي الرخامه في الموضوع ان هو طلع خامته بوليستر خالص. بصوا اللمعه، مش عارفه باينه لكم ولا لا، باين قوي ان هو بوليستر، واصلا مالك بيتحسس من الحاجات اللي هي البوليستر دي. فدي الحاجه الرخمه في الموضوع كله، هلبسه تحتيها اي حاجه بقى قطه او كده، بس انا ما بحبش الحاجات اللي بتبقى شكلها بوليستر كده، بحس انها شكلها رخيص يعني، فدي اللي بيضايقني بصراحه. فممكن اشتري له يعني، اخلي التيشيرت عادي واشتري له واحد قطن مثلا من ال سي او ديفاكتو او حاجه، واشيل دوت وخلاص. بس دي كل الحاجات اللي انا جبتها من شي ان. نيجي بقى لاخر حاجه، انا فتحتها الفيديو اللي فات طبعا، اللي طلع من غير صوت ده، يا رب ده ما يطلع من غير صوت، يا رب المايك يبقى شغال. تعالوا نتفاجئ مع بعض، عشان فتحتها والله، انا فتحتها اعمل ايه بقى. بصوا جبت ايه منه. بصوا تعالوا نتفاجئ، يلا. بصوا جبت دي اللي هي النجفه، اللي هي بيكونوا 3 تحت بعض دول. بصوا كده كده، ودي كده، هما بيبقوا 3 كده لازقين في بعض وانا جايبه 2 منها اصلا عشان الريسبشن. انا فتحت التانية. بصوا هي بيبقى فيها اللي هي الحاجات دي عشان بتتأثر وكده. بس شكلها تحفة، ده معدن مش بلاستيك، ده معدن، وبجد عجبتني قوي قوي قوي، وانا مبسوطة بيها جدا. ويا رب تطلع شغالة، بس ما يبقاش فيها ايه مشكلة في الكهرباء. لما اركبهم بقى اصورهم لكم، بجد شكلهم عجبني قوي. بصوا، فدي حلوة. اصدمكم بقى، اقول لكم دي بكام، هقول لكم دي بكام. دي جبتها من على نون ب 240 جنيه، فيعني مفيش كلام. لو عايزين تجددوا هاتوا منها، يعني طبعا في منها اللون المعدن ده بني، بس انا بحب الاسود. وبس كده. يا رب تكون الحاجات عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. استنوني الفيديو الجاي، باي باي.